5 الصبح ومش عايز يخلص. ده بقى وشغل فوق غير طبيعي. المهم انا مش عارف يعني طب الناس دي هتخلص امتى بتاع، ما مش نايم. قلت طب اطلع ابارك يمكن الناس تعرفني ولا حاجه. لقيت راجل منفس كده ولابس نضاره كعب كوبايه ولابس بلوفر وبتاع، وطلع لي قال لي اهلا وسهلا، فتح لي حاجه كده يعني. وانا عايز ابص اشوف ايه الهيصه دي فين، دي ده الشقه كلها قد كده انت فاهم. موارب الباب موارب الباب مش عايزني يعني حتى ابص جوه فيه. الناس اللي بعد داخل مفيش اي حاجه خالص، اي حاجه. دخلت العماره برضو في خبط ورزع وزغاريت ومش عارف ايه وبتاع. يا جماعه هو العماره دي كل يوم فيها فرح؟ كل خميس فيها فرح؟ فرحين في اسبوعين ورا بعض. الزغاريت عرفت انه اكيد في الشقه اللي كده. مش عارف انت مال اهلك، انت مش عارف انت قال لي ادب عليك. قلت له قال لك ايه؟ فالراجل قال لي بصراحه هو يا الناس بيتهيأ لها بتاع، بس دي شقتي يعني، بس هو مفيش حد فوقيك. كل خميس فيش حد فرح وبتاع. قال لك ده كان فيها فرح زمان يا استاذ من يجي 15 سنه وولع باللي فيه. فرح في عريس وعروسه واغاني لحد الفجر، بس المشكله ان الاغاني دي جايه من شقه مقفوله من 15 سنه. دي قصه الفنان هاني رمزي نفسه. كان في مره هاني رمزي بيقول انهم في وقت ما كانوا بيشتغلوا المخرج قال له يا هاني في عماره في رشدي في اسكندريه الناس بتقول عليها مسكونه بالعفاريت. هاني رمزي ساعتها ضحك وقال له يا عم ده خرافات. طاقم العمل كله اكد له الكلام وقال له ان العماره فاضيه فعلا، واي حد بيخش بيقعد فيها بيحصل له مشكله. بس هنا اتحمسوا انهم يروحوا يصوروا في العماره بنفسهم. اول ما وصلوا العماره اول حاجه قابلتهم البواب. رفض تماما انه يدخلهم العمارة بأي كاميرا. الراجل رفض بطريقة غريبة لدرجة ان خلت هاني رمزي يفكر ان الراجل دوت يمكن عايز يهد العمارة ديت ويبنيها تاني، او في حاجة جوه العمارة مخبيها. بس القصة الحقيقية المرعبة بدأت بعد كده في عمارة تانية في نفس منطقة رشدي. هاني رمزي ساعتها كان بيصور مسرحية اسمها وجهة نظر. هاني رمزي ساعتها حجز شقة في الدور السادس، حاجة عادية والدنيا كانت عادية وتمام خالص، لأن هاني رمزي ساعتها ما كانش بيؤمن بالخرافات دي. لكن في ليلة من الليالي سمع صوت زغاريت وموسيقى فرح كامل جاي من فوقيه. الشقة اللي فوقيه بالظبط. واستمر الفرح لغاية الساعة 5 الفجر، وهاني ما قدرش ينام بسبب الصوت وقرر يطلع يستفسر. وطلع فعلا وخبط على الباب. فتح له راجل لابس نضارة ماسك كوباية شاي في ايده ولابس قميص احمر. الراجل فتح الباب بس بطريقة غريبة جدا، سد الفتحة بجسمه بالكامل ووقف في وش هاني رمزي مش سايب هاني يشوف حاجة من جوه. وهنا هاني ما كانش حاسس بأي خطر، كان بيتعامل عادي جدا. هاني رمزي قال له بلطف ألف مبروك أنا جاي أبارك لكم. الراجل رد ببرود وقال له الله يبارك فيك. والراجل قفل الباب وهاني نزل وفكر إن هي مناسبة عادية ونزل نام عادي. بعد أسبوع يوم الخميس بالليل نفس الحكاية اتكررت، الفرح والزغاريت. هنا هاني رمزي سأل نفسه يا الناس دي بتعمل فرح كل خميس ولا ايه؟ طلع تاني خبط على الباب تاني، فتح له نفس الراجل بنفس الكوباية بنفس القميص الأحمر، بس المرة ديت وشه مكشر كان مختلف تماما عن أول مرة. هاني قال له أنا جارك اللي تحت، جيت لك الأسبوع اللي فات. الراجل رد عليه ببرود وقال له يعني إيه أؤمر. رغم الإساءة من الراجل وطريقته الوحشة هاني حاول إنه يتكلم بلطف وقال له أنا جيت أبارك بس أنتوا عملتوا فرحية في أسبوع واحد. الراجل رد بغضب فجأة وقال له أنت متضايق من إيه؟ أنت إيه اللي مضايقك؟ هاني حاول يرمي عينه جوه الشقة عشان يشوف مين فيها، يشوف مصدر كل الصوت ده في قاعة كاملة جوه. بس لما بص ما قدرش يشوف أي حاجة. الراجل سأله عايز حاجة؟ هاني ونبرة صوته بدأت تتغير لأ، ونزل بسرعة. يوم خميس تاني نفس الصوت نفس الزغاريت. هاني قرر يطلع يوقف المهزلة دي خالص وما يسكتش بقى المرة دي.
طلع وخبط على الباب بعنف، وهنا الراجل فتح له، صرخ في وشه صرخة مش صرخة بني آدم. هاني وقلبه كان يقف، اعتذر بسرعة وقال له أنا آسف بس عايز السهر ده يقف علشان مش قادر أنام. الراجل صرخ تاني بعصبية وقفل الباب في وشه بقوة خلت السلم يترعش. هاني ما نامش الليلة دي خالص، ونزل الصبح المسرح قابل البواب وسأله ساعتها عن الجار اللي فوق اللي بيعمل فرح كل خميس ويضايقه. البواب رد عليه بكلمة محيرة وقال له وانت بقالك كام اسبوع؟ استحمل، انت كده كده فاضلك اسبوع وهتمشي. هاني استغرب من الرد ومشي وسابه. وهنا جت الضربة اللي خوفت هاني رمزي من جواه. قابل صاحب الشقة اللي مأجر منه وسأله بشكل عادي عن الجار اللي فيه. يا أستاذ مفيش حد ساكن فوق. اللي فيه صاحب الشقة بص له ببرود وقال له مفيش جار فوقك، الشقة فاضية. هاني اتلخبط وقال له ازاي؟ ده انا اتكلمت معاه 3 مرات واخر مرة كان بيصرخ في وشي. صاحب الشقة وشه بدأ يتغير ورد عليه بسرعة وقال له انا هروح دلوقتي. نزلوا وقابلوا البواب وهاني سأله قدام صاحب الشقة انت قلت لي استحمل عليه، طب هو فين؟ البواب بص في وش صاحب الشقة وهو متوتر وقال اخيرا خلاص يا أستاذ، دي كلها أمور بتتهيأ لك، الشقة اللي فوقك فاضية مفيهاش حد. هنا هاني قرر يتأكد بنفسه وطلع الشقة اللي فوقيه وقعد يخبط على الباب. محدش فتح، محدش رد، مفيش صوت خالص. نزل وفي طريقه صاحب السوبر ماركت اللي قريب منه وقفه وحكى له الحكاية الحقيقية اللي كانت مستخبية. الشقة دي يا أستاذ كان في عريس وعروسه هنا والشقة ولعت بيهم. مستخبية. الشقة دي يا أستاذ هاني من 15 سنة ولعت فيها النار، ووقتها كان فيها فرح ومات فيها ناس كتير، ومن ساعتها محدش دخلها. هاني في اللحظة دي حاسس اللي دمه وقف في عروقه واتصل بالسمسار على طول. ما كانش قادر يرجع للشقة ولا ليلة واحدة لوحده. طلع معاه جمع كل حاجاته ومشي ومرجعش تاني أبدا. هاني رمزي اتكلم مع جار في شقة فاضية من 15 سنة ومات فيها ناس كتير في وقت فرح. ولو كنت انت اللي طلعت تشتكي كنت عملت ايه؟